خفي حنين ويغادر البطولة، لماذا؟ بداية لم يكن المنتخب التركي محظوظا على الإطلاق في هذه البطولة. لو تابعنا أو قرأنا الأرقام الخاصة بإحصائية المباراة، أرقام مرعبة في كل الجهات. 80% استحواذ على الكرة في المباراة، 32 تسديد على المرمى وهو رقم كبير جدا، يعني بمعدل تسديدة كل 3 دقائق، 5 تسديدات على المرمى مباشرة، 3 فرص خطيرة. في المقابل المنافس ليس له أي أرقام على الإطلاق، 559 تمريرة صحيحة مقابل 89 لمنتخب باراغواي. الحقيقة الصدمة الحقيقية في المباراة هو عدم وجود ردة فعل وعدم وجود تركيز من لاعبي منتخب تركيا. لك أن تتخيل تركيا منتخب باراغواي يلعب ناقصا لمدة شوط كامل، مع نهاية الشوط الأول تم طرد ميغيل ألميرون ولم يستفد من الطرد منتخب تركيا. وصل كثيرا إلى المرمى ولم يسجل، أتيحت له العديد من الفرص ولم يسجل، داخل منطقة الجزاء سيطرة واستحواذ ولم يسجل. إذن هناك خلل رئيسي في هذا المنتخب في عملية التوظيف من جانب المدرب. لا أحمل اللاعبين كل المسؤولية، ولكن المدرب يتحمل مسؤولية كبيرة. لم تكن له تدخلات تذكر في هذه المباراة أو وجود رد فعل من المدرب تجاه اللاعبين. أنا كمدرب مع وجود حالة طرد مبكرة من المباراة مع لاعب بحجم الميرون ده بيلعب حاليا في أتلانتا الأمريكي، لكن هو في الأساس كان لاعب في نيوكاسل الإنجليزي وصال وجال في الملاعب الأوروبية، لاعب له ثقل في منتخب باراغواي. عندما يطرد هذا اللاعب يعني أنت انتزعت قوة هجومية كبيرة من منتخب باراغواي، ورغم ذلك لم تكن هناك ردة فعل، لم يكن هناك أداء مميز. وعجبني قوي 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 تصريح أردا جولير بعد المباراة، وقال تعبير مهم جدا: أشعر بالخجل تجاه الجماهير التركية. ده لاعب بيحس بالمسؤولية، لكن أين هذه المسؤولية في الملعب؟ كنت أتمنى أن يكون هناك ردة فعل حتى يترجم السيطرة والأداء القوي اللي قدمه المنتخب رغم النتائج السلبية والسيئة التي الآن أم الإبقاء عليه ثم دراسة مختلف الجوانب، مختلف ماذا حصل مع المنتخب، ما هي أوجه القصور ومعالجتها بعد ذلك؟ دايما القرارات الانفعالية تكون غير جيدة، ومنتخب تركيا بالأمس خرج من البطولة أو صباح اليوم خرج من البطولة بعد الخسارة الثانية أمام باراغواي. على الاتحاد التركي لكرة القدم دراسة الأمر بصورة جيدة. ما هي إيجابيات وسلبيات هذا المدرب مونتيلا؟ هو صحيح صعد منتخب تركيا لنهائيات كأس العالم، لكن في كأس العالم نفسها لم تظهر تركيا أي بصمة لها على الأداء ولا النتائج. خسرت مباراتين أمام استراليا وأمام باراغواي، والمنتخبين اللي خسرت أمامهما أقل فنيا وأقل في التصنيف من منتخب تركيا. الحقيقة في نقطة مهمة عاوز أتكلم فيها. عندما حققت تركيا المركز الثالث في مونديال 2002 في كوريا واليابان، لم يكن لديها لاعب في ريال مدريد أو لم يكن لديها لاعب في اليوفنتوس. قد يكون كثرة النجوم أو كثرة اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية الكبرى أعطى نوع من الثقة الزائدة لدى اللاعبين، أو أعطى نوع أقدر أوصله لمرحلة الغرور. يعني المفترض عادة أن عندما يكون لديك لاعبين مع أندية كبيرة مثل ريال مدريد أو اليوفي أو هذا إضافة يكون للمنتخب وليس عبء. العبء في أن اللاعب يلجأ إلى المهارات الفردية، يلجأ إلى نفسه مش للمنتخب، لا يلعب للمنتخب. العبء الأساسي لما أنا عاوز أظهر ذاتي وليس أظهر ذات المنتخب اللي بلعب أو بمثله، وده ظهر في الأداء لاعبي منتخب تركيا بنسبة كبيرة. عندما يؤدي اللاعبون بهذه الطريقة تكون النتائج غير جيدة. نعم. ننتقل للحديث عن المنتخب المغربي الذي تألق في هذه البطولة والآن حقق انتصار كبير على المنتخب الاسكتلندي. المنتخب المغربي يسير بخطى ثابتة. رأيك بأداء المنتخب المغربي، خصوصا أنه حسم اللقاء منذ الدقيقة الأولى أو الدقيقة الثانية، أحرز الهدف، حافظ على الهدف وخطف الفوز؟ الحقيقة من هنا تعظيم سلام للاعبو المنتخب المغربي، أدوا بصورة جيدة، نجحوا في ان هم يحققوا انتصار تاني على التوالي. وبنفس اللاعب المهاجم المتميز مهاجم اندهوفن الهولندي اسماعيل سيباري قدر يسجل الهدف الثاني ليه في المونديال والهدف الأول والوحيد في مباراة الأمس. منتخب المغرب منتخب متجانس، منتخب قوي، منتخب لديه عناصر تستطيع أن تصنع الفارق في كل الخطوط. حتى شفت بعض الناس وجهت للمدرب محمد وهبي أسئلة عن مستوى أشرف حكيمي، واحد من أفضل اللاعبين، حتى عندما يغيب المستوى الفني عن بعض النجوم
لا تتأثر المغرب، لديها من اللاعبين الذين يستطيعون أن يصنعوا الفارق وبصورة جيدة. المغرب استحق الانتصار أمام منتخب أوروبي قوي. كرة اسكتلندا ليست بالكرة الضعيفة، بل هي كرة إنجليزية قوية دفاعيا وهجوميا، ورغم ذلك نجح المنتخب المغربي في تسجيل هدف مبكر بعد 74 ثانية. قدر يحافظ على الهدف وقدر يتمكن من الحصول على 3 نقاط ستكون بمثابة حجر الأساس ليه. أو أنا أقدر أؤكد لك من دلوقتي منتخب المغرب صعد إلى دور ال 32. مواجهته الأخيرة أمام هايتي لن تكون صعبة، ستكون بمثابة مباراة احتفالية يمكن من خلالها منتخب المغرب ينتزع صدارة المجموعة من منتخب البرازيل. نعم، ننتقل هذه الأرقام والإحصائيات. من بين الأرقام والإحصائيات أن المنتخب المغربي كابتن رجائي لم يتلقى أي هدف حتى الآن من خلال مباراتين. ياسين بونو قام ب4 تصديات. هل هي دلالة على قوة المنظومة الدفاعية، قوة حراسة المرمى، وأهمية ذلك لمشوار المنتخب المغربي؟ المنظومة الدفاعية في منتخب المغرب تبدأ من خط الهجوم وليس من خط الخلفي بالتحديد. عنده 2 ارتكاز على أعلى مستوى، سواء العيناوي أو بوعدي، الاثنين بيقدموا مستوى جيد جدا. الأطراف بتنضم، يعني أشرف حكيمي ينضم للخلف كأنه ليبرو. نفس الكلام بالنسبة للمزراوي عندما يكون عيسى ديوب أو شادي رياض أيا منهم متقدم للأمام. منظومة بتدور بالعجلة، ديناميكية عالية جدا في الأداء. من الناحية التكتيكية محمد وهبي قدر يوصل بأفضل تشكيلة ليه مع منتخب المغرب اللي بتأدي دفاعيا وهجوميا بصورة جيدة. إبراهيم دياز واحد من المهاجمين بيعود للخلف من أجل استخلاص الكرة والتقدم للأمام. ده شيء يؤكد لك أن هذا المنتخب بمعدل أعماره الصغيرة في السن، بالأداء المتميز من اللاعبين، باللياقة البدنية العالية، بالفكر الكروي المميز من المدرب، مفيش فرق بين المهاجم والمدافع في أداء الأدوار. نعم. سواء الدفاعية والهجومية. ده اللي مخلي منتخب المغرب أو شكله في الملعب شكل جيد جدا ومتميز، ويعطي نوع من الاطمئنان. حتى لو في اندفاع للأمام هيكون في ارتداد سريع للخلف. نعم كابتن معتصم، نتحول ثاني انتصار على التوالي ويتأهل إلى الدور الثاني. برأيك هل نحن أمام أفضل منتخب أمريكي يلعب في كأس العالم؟ الحقيقة أفضل نسخة للمنتخب الأمريكي في المونديال مع المدرب بوشيتينيو قدم أداء متميز جدا. يعني تخيل أن منتخب المغرب طوال مشاركاته في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1930 النسخة الأولى لكأس العالم يحقق انتصارين متتاليين. المنتخب الأمريكي وليس المغرب. المنتخب الأمريكي ده حقيقي، يعني حقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات في بداية انطلاقته من 1930. كررها النهارده او بالامس في لقائه امام منتخب استراليا. المنتخب الامريكي ما يميزه عدم وجود سوبر ستار، ما عندوش سوبر ستار يقدر الناس تتكلم عليه او تعول عليه كتير. بيعتمد على الجماعيه في الاداء وضربه البدايه القويه. لو شفت منتخب امريكا بيسجل دايما في البدايه، وعندما يتقدم يستطيع ان يحافظ على تقدمه ويحقق الانتصار في المباراه. والظاهرة الملفتة للنظر في كل مباريات الأمس أن كل الفرق التي سجلت نجحت أن تحقق الانتصار، بما فيها المنتخب الأمريكي اللي استحق الفوز واستحق أن هو يكسب تعاطف جمهوره ويؤكد أن كرة القدم قادمة في أمريكا بصورة جيدة. نسخة أمريكا اللي نظمت كأس العالم 1994 مختلفة عن 2026، والجمهور هيمتلئ في المدرجات في المباريات المقبلة، ويكون المنتخب الأمريكي رقم صعب في البطولة ويستطيع أن يذهب بعيدا من خلال هذه التشكيلة وهذا المدرب الواعي الفاهم، المدرب الأرجنتيني الذي لديه خبرات كبيرة بالتواجد في كبرى الدوريات وعلى رأسها الدوري الإنجليزي. نعم معتصم كابتن